مثلا صاحبنا السي الخميني اللي كفروا المغرب وهو ما تمشيش هرب على المسؤولية ديالته، واللي كفرناه رسميا بفتوى العلماء هذه عاميا، لأنه تيقول أن الإمام هو أقرب إلى الله من الملائكة المقربين ومن الرسل وحتى النبي صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وحجج ما أقول هنا بلاغ من الطائفة ديال الأمام، وهو الماركسيين اللينيين الشيوعيين من باريس. غادي نقرا لك بالفرنساوية لأن ما فيها ما يترجم. الأمام réclame la révision fondamentale des opérations économiques et politiques qui ont conduit le pays à la catastrophe, ainsi que l'arrêt immédiat de la guerre au Sahara occidental, qui oppose depuis 7 ans les troupes marocaines et les combattants du Polisario, partisans de l'indépendance de l'ancienne colonie espagnole. الأول. ثانيا المنشور اللي كان تيتوزع في مراكش في يوم 6/1/84. قال لك منه بعد الفقرات ديال الأمام كذلك، وراه مقبوطين صحابه، وحتى بعد وللأسف بعد المحامين صغار تعملوا التدريب ثم تقبضوا. تيقول ليكن في علمنا أن وضعيتنا الراهنة المريرة ليست نتيجة لحرب الصحراء التي يشنها النظام الملكي المهزوم على الشعب الصحراوي البطل، والتي يذهب ضحيتها الآلاف من أبنائنا، وليست نتيجة للجفاف كما يدعي الحسن السفاكي. أنا تنقرأ شنو ما تيرهبنيش، بل راجع إلى نهب خيراتنا من طرف الأمريكان والأعداء. وزيد على هذا النوع. وها إيران دي قتل هنا تيضر الفلوس بابي كلاسي والصور ملونة. صاحبنا الخميني تبدأ في هذه الأيام المصيرية التي يمر بها العالم الإسلامي، حيث يعيش مخاض صعبة، يجتمع أناس يدعون تمثيل الشعوب الإسلامية ويطلقون على جمعهم هذا مؤتمر القمة الإسلامي،